السلام عليكم. أخبار الثورة السورية. أرسل حزب الله 11,000 مقاتلا ليقتل الشعب السوري البطل. وأرسلت إيران 350 شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة عن طريق العراق. ولم يسفر اجتماع اللجنة العربية مع نظام الاحتلال في سوريا إلى أي نتائج. وقررت اللجنة رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي. وصرح الناطق باسم هيئة الثورة السورية: إن شاء الله تعالى سنقبض على المجرمين السفاحين بشار وماهر، ونحرر سوريا منهم ومن أعوانهم المجرمين. قال رئيس حقوق الإنسان أن قوات احتلال سوريا الإنجاز تقصف المواطنين بالدبابات والصواريخ بمساعدة خنازير حزب الله وإيران الإنجاز. وإن عدد الشهداء وصل إلى 17,000 من السوريين الأبطال. ومعنا الآن رئيس المعارضة في الخارج العلماني الخبيث برهان غليون. نعم، نحن كما قال رئيس احتلال سوريا لا نريد أي تدخل خارجي ولا تدخل داخلي ولا تدخل جانبي، ولا نريد مساعدة بالمال والسلاح. رفضنا مساعدة الليبيين بالسلاح ونرفض أي مساعدة، فلا مشكلة عندنا أن يسقط الاحتلال أو لا يسقط. نحن نعيش في الخارج، لدينا أعمالنا ومشاغلنا، على الشعب السوري أن يتصرف. ألقى رئيس الاحتلال في سوريا كلمة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة. نحن لا نريد تدخل خارجي، دعونا نقتلهم، دعونا نقتل المسلمين. قتلنا منهم لغاية الآن 17,500 من السوريين. الشعب السوري لا يرهدنا، هذا لا يهمنا. سنظل نحتل سوريا، لا يهمنا الشعب ولا غيرهم، يهمنا احتلال سوريا. زلزال سيحصل، زلزال. يقولون يقتل شعبه، هذا ليس شعبي، هذا ليس شعبي. نحن نقتل السوريون، نحن نقتل المسلمين. دعونا نقتل المسلمين مع إخواني في حزب الله وإخواني في إيران. نحن نقاتل المسلمين، هذا ليس شعبي. شعبي هو حزب الله وإيران. ليس لنا إلا الله تعالى. يا تنسيقية يا إخوتي في الثورة، أكثروا الدعاء لله تعالى. ربنا أجعل لنا من لدنك وليا، وأجعل لنا من لدنك نصيرا.